بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز فريش 5 شعلة. نظام الفونيا من فوق، فده مولع من تحت، عامل سواد في الوش كده، يعني في تسريب من تحت. طبعا هنا مربوط كل عين باربع مسمارين، واللي في النص دي ب4 مسامير، وفي مسامير في الوش من ورا. فاحنا هنحل المسامير وهنشوفه في جوه. طبعا السقف، الشوايه واقعه، والسقف طبعا متاكل، ان صاجه ضعيف زي ما قلت لكم. فريش امكانياته كويسه، ولكن صاج الفرن والباب ضعيف خفيف، بيتاكلوا بسرعه. القعر اللي تحت يعني سليم كويس، وماسوره الفرن كويس. فانا حليت الوش اهوت، كل عين بمسمارين. ادي العين اهيت مقطومه، وادي مولع من تحت اهوت، كان ضارب، كان مولع من تحت اهو. حتى السقف اهوت متاكل اهو، نافذ خالص تحت. وادي ضفيرة الكهرباء سايحة عشان كان والع من تحت، والحمد لله ربنا ستر يعني. ادي المواسير دي كلها بتتحل، بفضيه على قد ما اقدر، يعني كل ده هيطلع عشان اغير السقف. ادي 7 صواميل، 7 محابس، 5 فوق وفرن وشوايه. في بقى المسامير اللي على الجناب ديت واللي في النص، كل المسامير دي تتحل برضو، طلع كله بره. ده اهم حاجة. الاول هنعمله السقف ونحط العازل، وبعد كده نبني واحدة واحدة بعد كده. ادي العازل برضو بايظ اهو، ادي اهو. ادي السقف هنغيروه ان شاء الله اهوت. المسامير طبعا في السقف مربوطة بمسمارين قدام ومسمارين ورا، وفي الوش كده برضو هتلاقي مسمار او مسمارين. الجناب طبعا كويسة الحمد لله. السقف القعر اللي تحت كويس، مفيهوش حاجة اهو. ده بوتاجاز فريش، ده 5 شعل. ادي حاطين اهوت السقف اهوت. طبعا مش هجيب لك تفاصيل السقف وانا بركبه بتاع، انت بتجيب مقاسه وبتاع وبتركب اي عليه. ده شغل صنايعي يعني، الفني هو ليه اللي يعمله. وادي ركبنا ماسورة الفرن تاني. ده العازل لحماية، ستارة كده لحماية المفاتيح من سخونية الشواية والفرن. دي مهمة جدا. البوتاجاز دي كانت بتتباع معاها حاجة زي كده، بس محدش بيستخدمها عشان بتتشال وبتتحط دي بقى ثابتة في البوتاجاز على طول. دي لما الشواية تشتغل بتلاقي زي ستارة كده، مصد يعني، فتلاقي النار تجري على المدخنة تاني من ورا تطلع عادي. وادي حطينا طبعا عازل. طبعا انا كترت في العازل شوية عشان السخونية. ادي ماسورة الشواية. اول حاجة بنعمل ماسورة الفرن والشواية، دول اول حاجة بنوصلوا لهم الغاز وبنجربه. ده طبعا على غاز طبيعي. طبعا انا بجرب بانبوبة طبعا عشان ما عنديش غاز طبيعي في الورشة. فانا عامل لاكور كده، بجرب اهم حاجة التسريبات والفواني مقاسها معروف. ادي البيبة الالمونيا اهيت. ادي كل بيبة الومنيا راح للمحبس بتاعها. وديت برضه اهي، كله نظام رباط مواسير وصواميل. ده شغل بتاع زمان، ده شغل القديم. بيبات ديت الاطلس بتاعت زمان، او فجر اللي الناس تعرفها يعني. ادي العين في النص اهيت. ده ألمونيا، الكوع ده ألمونيا. فيه فريش زي ده بالظبط كده، كيعانه صاج كويس مش وحش برضه، بس برضه صاج ضعيف. فالصاج مهما كان برضه هيتاكل ويتغير. لكن الألمونيا دي ما بتتغيرش غير لما بتتقطم، لما حد يتعافى عليها يقطمها تتغير. فلذلك اللي انا بثبتها لازم كل واحده بتتثبت بمسمارين. يعني هي ليها زي ودنين كده اهوت مخرومين اهم، كل ده هيتثبت. طبعا انا ربطته كله، اثبت بقى. بس قبل ما اثبت بعمل بشيك الاول على الرباط بتاعي، شوف الرباط جامد فيه تسريبات فيه اي حاجه، عشان ما احلش تاني. قبل ما اثبتها بجرب كل عين من رباط، من عند المحبس ومن عند الببه نفسها اهو. لازم ضروري، اهم حاجه، لان دول مش بيتباعوا جاهزين. المواسير الصاج بتركب في الفونيا ومسمارين وخلاص على كده، لكن دي لا، دي رباط من قدام ورباط من ورا، يعني كل صامولة تشيك عند الرباط بتاعها اهو. دول اهم حاجة، اهم حاجة اهو. الحمد لله مفيش اي تسريب.
طبعا النار عالية ليه؟ لان انا بجرب على انبوبة فعاطيني الغاز ده عالي، لكن غاز طبيعي هيبقى مظبوط. يعني شوف يقول لك النار بتدخل، لا هي مش بتدخل عشان انا مجربها على انبوبة. اثبت انا بقى، اثبت كل عين. لازم بقى اثبت ايه؟ على الوش. لازم اركب الوش واظبط العين في النص بالظبط، عشان الفلانشة وهي راكبة ايه ما تبقاش داخلة بالعافية وما تعرفش تطلعها، ده يبقى شغل عك. لكن ده لازم تعمل الوش واحدة واحدة وتعمل. انا ثبت طبعا واتحركت معايا الماسورة كده شمال يمين، فبجرب تاني. مش عيب ده انا اجرب مرة واتنين وتلاتة، لان الغاز دوت مفيهوش هزار. وبعدين ده هيتقفل طبعا، ست البيت مش هتفتح الوش عشان تبص زي وتعمل زي ما انا بعمل كده، لا. فانا بأمن شغلي تمام الحمد لله. ادي قفلت اهوت كده. البوتاجاز كده ياخده يركبه ويشتغل معاه على طول. بوتاجاز فريش 5 شعلة، تغيير السقف والفونيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.